السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الطبخ فاطمة كويزين. اليوم غادي نحضروا لي بتي فور بمكون جديد يعطيه واحد البنة مميزة. وهاد لي بتي فور حضرتهم بالزبدة صنع منزلي، شفتوها معايا في القناة الأولى. اللي ما شافوش الوصفة غادي نوضع لكم الرابط تحت هذا الفيديو. في مكان الزبدة تقدروا تستعملوا أيضا الزبدة البيضاء ولا المزيج بيناتهم، يعني نصف زبدة عادية والنصف زبدة بيضاء. ما تنسوش اخواتي، اذا عجبتكم الوصفه ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق تحت الفيديو. والان سنمر مباشره الى المكونات وطريقه التحضير. بسم الله. بالنسبه للمكونات غادي نحتاج الى 4 بيض حجم متوسط، نحتاج الى زبده او مارغرين 300 غرام. هنايا عندي سكر البني او سكر كازونات، هذا السكر يعطي لون مميز للبتي فور وايضا ذوق رائع. استعملت بالضبط 240 غرام. نحتاج ايضا الى خميره الحلوى نصف كيس ولا نصف ملعقه صغيره، وهنا عندي سكر فانيلا 2 كيس ولا 2 ملاعق صغار. بالنسبه للفرينه سنحتاج الى الفرينه الخاصه بالحلويات، استعملت 550. تقدروا تستعملوا حتى 600 غرام اذا كانت الفرينه تاعكم ما تمتصش مليح السوائل. هنايا اول حاجه عملتها خلطت الفرينه مع خميره الحلوى وخليتها على جهه. بعد هنايا ناخذ اناء الخلاط غادي نوضعوا فيه البيض، وضعت فيه ايضا الملح، قرصه تاع ملح ما ذكرتهاش مع المكونات. هنا عندي سكر فانيلا وغادي نضيفوا السكر، يعني نفس طريقه التحضير بالسكر العادي. غادي نخفقوا مليح هذه المكونات حتى نشوفوا السكر داب، وفي الاخير نضيفوا الزبده ومن بعد نضيفوا الفرينه. وانا في لي بتي فور دائما نحضرهم اما بالسكر العادي ولا بالسكر هذا البني، ما نستعملش السكر الناعم، لان السكر الناعم كي تستعملوه في لي بتي فور غادي الذوق تاعهم يجي مثل الغريبيه. هنا بعد ما تحصلنا على خليط كريمي غادي نضيفوا الزبده ونخلطوا حتى نشوفوا الزبده اندمجت مع المكونات، يعني تحصلنا على خليط يكون متجانس. وفي الاخير نضيفوا المزيج نتاع الفرينه وخميره الحلوى اللي خلطناهم من قبل. ومن الافضل هنا يستعملوا الانسترومون الاخر، لانه العجينه غادي تكون شويه يابسه باش هذا ما يفسد لكمش. هنايا غادي نستعمل هذا الانسترومون اللي يجي على شكل مثلث. وضعنا الفرينه مع خميره الحلوى راها معاها مخلطه، وغادي في الاول نخلطوا على سرعه بطيئه باش الفرينه ما تخرج لكمش من الاناء. من بعد نزيدوا في السرعه ونحبسوا من الخلط حتى نشوفوا الخليط تجانس. اذا ما كانش عندكم العجان حاضر، المرحله الاولى خلطوها اما بالضراب الكهربائي العادي ولا بواسط انفوي. الا استعملتوا انفوي غادي يطلب بعض الوقت، يعني لازم تريحوا شويه وتعاودوا تخلطوا. هنايا بعد ما تحصلنا على خليط متجانس غادي نوضعوا العجينه في جيب حلواني. بالنسبه لهادو لي دوي اللي استعملتهم، هذه الرقم نتاعها 848، والثانيه جايه مثل الاولى لكن الاسنان تاعها جايين مايلين، لكنها ما فيهاش رق. كي شفت لقيت باللي ما فيهاش رق. غادي نستعمل زوج تاع لي دوي، يعني لي دوي تقدروا تستعملوا اي وحده تكون عندكم حاضره في البيت ما يهمش. هنايا كما راكم تلاحظوا البلاطو وضعنا فيه ورقه طاي وتبتناه بشويه عجينه في الزوايا، لانه لو كان ما تثبتوش غادي من بعد كي تشكلوا غادي يصعد مع هذيك لادوي. دوك تشوفوا من بعد كي ما تبتاش صعد لي مع لادوي. هنايا الشكل اللي استعملت الشكل تاع الاعمده، تقدروا ايضا تستعملوا الشكل يجي على شكل قطره. انا اكتفيت فقط في هذا الشكل باش نوري لكم طريقه التحضير تاع العجينه. هنا فقط ملاحظه، الا شفتوا هذه الاعمده واحد طويل على الاخر، هنا كيفاش ديروا عادي بواسط كوبات كما راكم تلاحظوا ولا بواسط سكين. غادي تنحوا هذاك الزائد وتعطوهم نفس الطول باش هكا من بعد الا لصقتوهم ووضعتوهم في الشوكولا يكون عندهم نفس الطول. هذا الشكل الاول. بالنسبه للشكل الثاني، هنا كما غادي تلاحظوا ما وضعتش العجينه في الزوايا. كي تبغوا تحبسوا هنايا يصعد، يعني غادي تنغبنوا شويه. هنا ضروري توضعوا العجينه في الزوايا وتثبتوا مليح الورقه الطهي نتاعكم. وهنايا استعملت هذا الشكل الدائري بهذيك لادوي اللي عندها اسنان مائله باش الشكل تاعهم يجي شباب، يعني عادي هنايا تدوروا العجينه تاعكم كما راكم تلاحظوا. هذه الملاحظه دائما نقولها في الوصفات تاع لي بتي فور باش ينجحوا معكم. الا كنتوا اول مره تحضروا لي بتي فور ما تشكلوش جميع العجينه، شكلوا فقط شكل واحد ولا اثنين، طيبوهم. الا كان لي بتي فور حافظوا على الشكل نتاعهم ما تزيدوش فرينه، لكن لا شفتوهم هبطوا ولا ما حافظوش على الشكل نتاعهم هنا زيدوا شويه فرينه. هنا بعد ما شكلناهم غادي نطيبوهم في الفرن على درجه الحراره العاديه
ما يعادل 180 درجة مئوية إلا طيبتو في بلاطو واحد. لكن لازم طيبتو بزوج بلاطو زيدوا شوية حرارة نتاع الفرن. أنا طيبت زوج بلاطو والحرارة تاع الفرن كانت 190 درجة مئوية. وبعد مرور 15 دقيقة قلبت بين لي بلاطو، اللي كان من الأعلى رجعته إلى الأسفل، واللي كان في الأسفل رجعته إلى الأعلى باش يتحمروا لي مليح. وكما لاحظتوا هنايا قسمت لكم وشفتوا القوام نتاعه يجي هش كثيرا، والذوق نتاعه مثل لاموران. تقدروا تلصقوهم بالمربى وتوضعوهم في الشوكولا. انا لصقتهم فقط بالمربى، ما وضعتهمش في الشوكولا، وهذا هو الشكل نتاعهم كيفاش يجي. ودائما تاني لي بتي فول ما تستهلكوهمش مباشره، لازم تخلوهم يرتاحوا باش هذاك المربى لي بتي فول يمتصوه مليح ويلصقوا لكم مليح، ويزيد يولي احسن، يولي بنين. يعني كي تحضروه اليوم حتى الغدوه تاكلوه يجيكم بنين اكثر. وهذو الدوائر تاني وضعت لهم شويه تاع مربى، وتقدروا توضعوهم في الشوكولا. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ونقول لكم مع السلامه والى وصفه جديده ان شاء الله.